وانت قاعد كده في لحظة تجلي ممكن تفكر ازاي بدأ الكون. احنا عايشين في كون ضخم جدا مليان نجوم ومجرات وكواكب، بس كل حاجة جت منين؟ ايه اللي حصل قبل كده؟ هل كان في وقت قبل الوقت؟ في الفيديو ده هنتكلم عن أعظم لحظة في تاريخ الكون، لحظة البداية، لحظة الانفجار العظيم، وهنتكلم عن نظريات العلم وأسرار مذهلة، وكمان احتمال وجود أكوان تانية حوالينا. تابع معايا للنهاية علشان تفهم ازاي بدأ كل شيء. واللي هنعرضه في الفيديو ده هي بعض النظريات والآراء لعلماء وكالة ناسا وعلماء تانيين، فده مش رأيي الشخصي، دي مجرد نظريات وهي اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده إن شاء الله. الانفجار العظيم أو البيج بانج هو النظرية الأشهر لبداية الكون. العلماء بيقولوا إن من حوالي 13.8 مليار سنة الكون كله كان متجمع في نقطة صغيرة جدا، حجمها أصغر من الذرة، بس فيها طاقة ومادة بشكل مش ممكن نتخيله. وفجأة حصل انفجار مش عادي، مش زي الانفجارات اللي بنشوفها في الأرض، ده انفجار طلع منه الزمان والمكان نفسهم. الزمن بدأ في اللحظة دي، قبلها مفيش قبلها، لأن الوقت نفسه ابتدى بعد الانفجار ده. في أول جزء من أجزاء الثانية الكون كان عبارة عن بلازما شديدة الحرارة، وكل حاجة كانت مضغوطة بشكل خرافي، وبعد كده بدأ يتمدد، والتمدد ده لسه شغال لحد دلوقتي. بعد الانفجار العظيم الكون كان سخن جدا ومليان جسيمات أولية، ومع التمدد بدأ يبرد شوية بشوية، وبعد 380 ألف سنة تقريبا بدأت الذرات تتكون، وبعد مئات الملايين من السنين الغبار الكوني والغازات بدأوا يتجمعوا سوا ويتحولوا لنجوم ومجرات. والنجوم دي كانت في الأفران اللي طبخت العناصر اللي موجودة في جسمنا النهاردة، زي الكالسيوم والحديد والكربون، وكل ده كان موجود في قلب النجوم. يعني العناصر اللي موجودة في جسمنا كانت موجودة في غبار النجوم. في علماء بيقولوا إن الكون بتاعنا ممكن يكون واحد من عدد لا نهائي من الأكوان، والموضوع ده معروف باسم تعدد الأكوان. فخلينا نعرف يعني إيه الكلام ده. كل كون وليه قوانينه وظروفه الخاصة، ممكن يكون في أكوان تانية فيها جاذبية مختلفة، أو حتى ما فيهاش مادة، أو فيها حياة بشكل مختلف تماما. في نظرية كمان بتقول إن كل مرة بيحصل فيها حدث كبير بيتخلق كون جديد. تخيل بقى لو كل قرار بتاخده بيخلق واقع جديد. وطبعا دي نظريات مفيش دليل ملموس عليها، بس العلماء بيحاولوا يلاقوا إشارة أو أدلة تدعم الكلام ده. الكون قديم جدا، بس هل ممكن نعرف بالظبط إيه اللي حصل في اللحظة الأولى؟ العلماء دلوقتي بيستخدموا تلسكوبات متطورة جدا زي تلسكوب جيمس ويب علشان يشوفوا الضوء اللي جاي من بداية الكون. في حاجة اسمها إشعاع الخلفية الكونية، ودي زي البصمة اللي سابها الانفجار العظيم، وهي أقدم ضوء نقدر نشوفه جه من لحظة ما الكون بقى شفاف. العلماء بيحللوا الإشارات دي علشان يفهموا طبيعة الكون في أول لحظاته، والنتائج اللي بيطلعوها بتغير فهمنا للكون كل يوم. تخيل كده معايا لو الزمن ممكن يرجع ورا هنقدر نشوف الانفجار العظيم بعينينا. ولو عندنا آلة زمن وسافرنا لأول ثانية في الكون، هل هنشوف نور ولا كل حاجة هتكون مختلفة عن فهمنا؟ في نظرية بتقول إن الانفجار العظيم مش هو البداية، دي نهاية كون قبله حصل ليه انهيار وابتدى من جديد. يعني في احتمال إن الكون بيتولد ويموت في دورات زي التنفس. خلينا نقول إن بداية الكون مش مجرد حدث علمي، وإن دي واحدة من أعظم الألغاز اللي بتواجه البشر. وإحنا كمسلمين ومؤمنين وموحدين بالله، الكون بالنسبة لنا هو مصدر للتأمل في آيات الله، وقد إيه الكون ده حاجة عظيمة جدا. أما الانفجار العظيم هو أكتر نظرية مدعومة بالأدلة، بس هل هو الحقيقة الكاملة ولا في حاجات تانية لسه ما نعرفهاش؟ وفي النهاية في سؤال ليكم، هل تعتقد إن في تفسير تاني لبداية الكون؟ وهل ممكن في يوم نوصل للحظة من قبل الانفجار العظيم؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وحابب أقولك في النهاية إن دي مش آرائي الشخصية، ولكن دي نظريات العلماء حبيت أنقلها لكم، والمصادر هسيبها لكم في التعليقات. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وخد لفة في القناة كده، هتلاقي شوية فيديوهات هتعجبك. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.